معين شعباني في بداية الموسم في الدور المغربي. معين شعباني 6/6 بدون قبول أي هدف وتسجيل، يعني نسبة 17 هدف في هجوم نهضة بركان المغربي. معين الشعباني هو المدرب الوحيد تويكا في الدوري المغربي اللي كسر سلسلة الانتصارات لفريق الرجاء البيضاوي. اليوم تجربة معين الشعباني في الدوري المغربي يظهر لي الأرقام وحدها هي اللي قاعدة تحكي. البداية معك بايرن. والله معين راهو معناها هذه خلينا نقولوا تتمة لسلسلة النجاحات ولا الأرقام اللي قاعد يحقق فيها، وين ما مشى تقريبا. حتى شفنا البوليميك وقت اللي رجع للمغرب، شفنا ومع هذا معناها معين قاعد يأكد من مباراة لمباراة. اليوم بصمة المدرب موجودة على تيران، اليوم الأرقام وحدها قاعدة تجاوب. اليوم نهضة بركان معناها تقريبا بعد 6/6 ما تنجمش تكون في مسيرة احسن من هذه. وكما قلنا معناها معين اليوم راهو يشرف كل مدرب تونسي. والحقيقه معناها المدربين التوانسه ممكن انا عكس سي شهاب ولا سي شاكر اللي بداياتي التدريبيه مع الفرق الاولى كانت كلها لبرا من تونس، معناها ما بديتش من تونس كما معناها سي شهاب وسي شاكر. هنا نقول لك راهو المدربين اللي قاعدين يخدموا خارج حدود الوطن الكلها راهو اليوم قاعده تصنع فيه نجاحات كبيره، وتتم اليوم خلط معين معناها على المجموعه هذه، لانه عندنا مجموعه كبيره اللي قاعد تنجح لبرا. عندك سينابي، عندك فتحي جبال، عندك عبد الرزاق الشابي، عندك العديد والعديد من المدربين. معين قدم في تونس ونجح في تونس وطلع من تونس، واليوم قاعد يثبت خارج حدود الوطن في الدوري المغربي. خليني نفكرك فقره لاريس روماج راهو من غير اطاله، يعني كلمه كلمه على كل موضوع. به شاب الليلي 6/6 لمعين الشعباني في بدايه الدوري المغربي. باش بين كاس الكاف والدوري المغربي. اي باش نضيفوا على بايرن هو انه معين جولي كوتوايي في التكوين نتاع الكاف برو. اكتشفت انسان متمكن، انسان عنده شخصيه، عنده رؤيه واضحه في كره قدم. وهذا مش بارازار انه يدرب الترجي الرياضي التونسي وياخذ معه الالقاب اللي خذاها. اثنين، حاجه مهمه جدا، معناتها النتائج تاع اخر الموسم السنه الماضيه ما كانتش معناتها كبيره. بالرغم هذا نهضة بركان يجدد العقد مع معين الشعباني. ماذا الا ان الناس مقتنعه بالعمل اللي يقوم به، بشخصيه المدرب، بالامباكت تاع المدرب على الجروب. على هذاك وقع تجديد العقد بتاعه، وهذا يظهر انهم هم ايزون ريزون نون با تور، باسكو هاك تشوف انت البدايه لما صارت لا كونتينيتي، وهو بدا خاطر عملاوي خذا ترا مارش سنه، خذا عمل لا بريباراسيون. وقف هو، وانا متاكد منه خاطر حكيت معاه، وقف هو على الانتدابات كذلك، وقف على تو سكي لوجيستيك تاع البريباراسيون. تو سويت عطى ديبار كانون في الشامبيونا وفي الكاف. كريم يظهر لي يعني انجاز، والمدرب التونسي وقت اللي يلقى الحظ، وقت اللي يلقى اداره امن به، وقت اللي يلقى الناس مدعمينه، هذا شنو نجموا نحكيوا اليوم على نتائج ممتازه لمعين الشعباني. اكيد، ما انت معين تشوف دخل للتاريخ من باب الكبير. معين في الترجي الرياضي التونسي في 6 شهور هاج دو شامبيونز ليغ، مش اي مدرب ينجم يعملها الحق نتاع ربي. ممكن معين حتى الموسم اللي تعدى كان وصل فينال كاف وخسر بطريقه اللي توجع شويه. معناها كان ينجم الكاف يكون عندنا بركان. قلت انا بكري كلمه اللي حاجه باهيه يمكن في معين، ونحكي انا مع جولات اللي تريناو عند معين انترونور جور، معناها عايش الكره الحديثه. ديما كي نشكروا معين زاد ما ننساوش الستاف اللي مع معين، مراد المالكي اكيد وقاعدين يخدموا في خدمه كبيره. باش نقول لك يمكن حاجه تفرح كي تشوف انترونور معناها كيما معين، وحاجه ممتون توجع كي تشوف معين خارج تونس. معناها كنا نجم نستفادوا نحن من معين في تونس. معناها المدرب التونسي يا مالكي تعطيه الامكانيات راه نجم يمشي لبعيد. واضح كريم العوضي. شاكر يظهر لي نجاح جديد يضاف للمدربين التوانسه خارج حدود الوطن. اكيد ما نجمش مش بعد باش يضيف حاجه كبيره، لكن اول حاجه نباركوا له معين، نفرحوا له على لي ريزولتا هذوما. اول حاجه كونفيرماسيون، لانه معين الباساج نتاعو اللي تعدى سواء بداياته في حملم ثم من بعد في الترجي
ادجوان ثم كبرومي انترونور ثم في مصر ثم كلها اللي معناتها الباساج كله بوزيتيف على مستوى لي ريزولتا وعلى مستوى زاد معناتها تعاملوا مع المحيط معناتها هذا حاجه مهمه برشا. اثنين حاجه ايجابيه الاستمراريه. شوف معناتها النتاج نتاع الاستمراريه في العمل لما معناتها يستمر المدرب والرؤيه تبدا واضحه قدامه واللي شوا اللي عملهم في لي ريكريتمون ولا في معناتها اللي صارت الانتدابات شنو النتائج اللي تعطيها. كيف معناتها كونفيرماسيون للاطار الفني التونسي معناتها راهو اعطيه الظروف الملائمه تو يعطيك العجب. واضح اكيد. شكر مفتاح سيد المخرج اكيد يعطيني تصويره معين معايا، لانه علاش اختارت باش نحكي شويه على معين، لانه نعرف الشخص هذا ونحكي بصفه عامه حتى على المدرب التونسي. اليوم معين الشعباني اللي نعرفوا عليه هنا انه انسان خدام، انسان يحب خدمته، انسان قاعد يخدم في خدمه كبيره وكبيره برشا، سواء سابقا في الترجي التونسي ولا اليوم في الدوري المغربي وحتى في الدوري المصري. معين رغم برشا ناس اللي حبت تاثر وحبت يعني ما خلات ما تعمل من اجل تاثير على كارير معين الشعباني، لانه معين بالاصرار والعزيمه وخاصة بحسن التدبير، وأنا متأكد اللي هو أكيد مدرب في مستوى عالي وعالي جدا. اليوم وقت اللي يلقى إدارة، وقت اللي يلقى فريق، وقت اللي يلقى جمهور يأمن به، هاو اليوم المدرب التونسي شنو يعمل. للأسف احنا في تونس يعني على خساره. إذا كان نحكي شهاب الليلي في الموسم الفارط معين في نتائج يمكن ما كانتش نتائج كبيره برشا، رغم ذلك اداره نهضه بركان امنت بمعين الشعباني وواصلت معها التجربه لموسم اضافي. اليوم نلقاو نجاح 6/6. يظهر مثال هذه 6/6 يعني في بدايه موسم. فما برشا تعب، فما برشا خدمه اللي نحبوا نشكر عليها معين الشعباني على تشريفه للمدرب التونسي ولكره القدم التونسيه، ايضا مراد المالك والاطار الفني الكامل المصاحب لمعين الشعباني. وبصراحه ان شاء الله يجي نهار ويلقاو حظنا او حظهم عفوا مدربين في تونس، لانه في تونس للاسف يمكن على خساره تنجم تحكي ما عادش تحكي على برنامج. يعني اليوم كي يحطك على طاوله نحكيو على برنامج ونحكيو على اهداف، مع اول هزيمه تتلغى كل الاهداف وكل البرامج، يولي المدرب هو اللي يتحمل المسؤوليه على كره في البار او على كره ضاعت او على ضربه جزاء. المدرب ينجم يكون خارج. علاش اليوم انا ديما مسميها المدرب التونسي الفاريز لازمها ديما قدام الباب ورا الباب ولا برسمي، لازم تبات حتى في الكوستيم تبات بالكوستيم تاعك باش الصباح فهمت ولا كي تسمع بروحك تمت اقالتك فاليزك وباب عليه.